السلام عليكم. عواشر مبروكه في اطار دائما المؤسسات الرمضانيه. اليوم غادي نتقاسم معكم هاد الكنافه اللي كتجي اكثر من رائعه، مقرمشه محمره معسله ولا اروع. نوعوا بها شويه ونزينوا بها الموائد الرمضانيه ديالنا. تابعوني تشوفوا الطريقه. المقادير بسم الله على بركه الله. المقادير كنحتاجوا الخيوط ديال الكنافه، فروماج، زبده 2 مغارف كبار، اي نوع من المكسرات، رشيشه تاع الملحه، لي بول اللي غادي نديرو فيهم سواء بشكل فردي او لا شكل عائلي. اول حاجه غادي ناخذوا هاد الزبده، غادي نديروها تذوب حتى ترجع نوازيت تيتحيد منها الماء والحليب، ومن بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله. الخيوط ديال الكنافه كتكون هكا طويله بهذا الشكل هذا، ولكن انا اليوم غادي نقطعها هكا صغيورات، طراف صغار. الزبده دابت ها هي. دابا غادي نخويها على هاد الكنافه باش نلبس كلشي هاد الخيوط بديك الزبده. كناخذوا البول اللي غادي يدخل الفران، كندهنوه بشويه تاع الزبده اللي شاطت لينا بهذا الشكل هذا، وكناخذوا ديك الكنافه اللي درنا فيها الزبده كنديروا واحد شي شويه، واحد الكميه بهذا الشكل هذا، وكنضغطوا عليه بواحد الكاس هكذا بهذا الشكل. كنضغطوا مزيان حتى كيتبسط بهذه الطريقه هذه. كناخذ الفرماج وكنحطو فوق ديك الطبقه الاولى ديال الكنافه بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ دابا شويه ديال الكنافه وغادي نحطها كطبقه ثانيه. ضفت الطبقه الثانيه من الكنافه وضغطت عليهم شويه، شاط لي واحد شويه الكنافه درتها في هذا الطبق مربع. دابا غادي ندخلهم للفران اللي مسخن على 180 درجه. ملي يخرجوا غادي نسقيوهم بالعسل مباشره، غير كيتحمروا كنخرجوهم من الفران وكنسقيوهم بالعسل. بغيتو تسقيوهم بالسيرو تكونوا حضرتوه من قبل سقيوه، انا كنفضل نسقيهم بالعسل كيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم. كنخليهم حتى كيدفاو ولا كيبردوا كاع، عاد كنديموا ليهم هاد الليمون. نتوما كتشوفوا نسقيهم كاملين بالعسل هكا ونقدموهم.